الكافيين؟ هو انا المفروض ما ازودش في اليوم من كوبايه لكوبايتين كافيين، مش هيضر معايا قوي. الوجبات السريعه؟ طبعا ابتعد عنها تماما لانها كلها زيوت مهدرجه هتزود حاله الالتهاب في الجسم. النشويات كلها مضره لمريض الروماتويد؟ لا طبعا، انا لازم اهتم بالنشويات في النظام الغذائي بتاعي، بس انهي نشويات احاول اتجه للحبوب الكامله. المكسرات بتزود الوزن وملهاش فايده؟ لا طبعا، كلام غلط، المكسرات هايله جدا. احاول اخد حفنه يوميا هتفرق معايا في صحتي. الديتوكس والمشروبات الصحيه بتعالج الروماتيزم؟ مش بتعالج، بس هي ممكن تقلل معايا حاله الالتهاب اللي حاصله في الجسم. هل الثوم مش مفيد لحالات الالتهاب؟ الثوم والبصل هايلين جدا، ولكن مرضى القولون العصبي يمتنعون. شرب الميه الكتير ملوش علاقه بحاله الروماتويد؟ لا طبعا، دي الميه اساس اي حاجه في الدنيا، لازم اهتم بشرب الميه، سوائل وخاصه الميه. وجبه واحده في اليوم تكفي؟ لا طبعا، لازم اهتم بنظام غذائي متوازن.